السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم كل متابعينا على قناتنا كريز وحبان، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معانا فيديو كده صغير وبسيط على الجناش الاقتصادي. الجناش ده معمول بثلاث مكونات بس. ليه لمعة حلوة قوي وطعمه بيبقى حلو. هينفعك في حاجات كتير، منها التجليس على التورته وان انت تعملي منها روزوتات وحاجات كتير. يلا ندخل على المقادير. معانا اول حاجة 300 جرام من الشوكولاتة، و200 ملي من المية، و50 جرام من الكريم شانتيه، وكمان هحط 50 جرام من الزيت. مهم جدا الزيت اللي احنا بنستعمله يكون نوع نضيف، طبعا ملوش ولا طعم يعني ايه، نفاذ كده وريحه. يعني ما نجيش مثلا نستعمل زيت التموين ونقول ان احنا هنحطه في الجناش هيدينا طعم مش حلو وهيبوظ طعم الجناش معانا. فاللي انت ممكن تسترخصيه في الزيت هيضيع لك تمن الشوكولاته والكريمه والحاجات اللي انت حطاها. احط بقى كل المكونات على بعض ما عدا الشوكولاته كده، وارفعهم بقى على النار لحد ما يبتدوا كده يسخنوا معايا كويس قوي، او قبل ما يدخلوا في الغليان بحاجه بسيطه. انا مش عاوزاهم يغلوا عشان الغليان ده ممكن يقلل لي المقادير. مع التبخير اللي هيحصل للمقادير بتاعتي فممكن تقل. لكن هو بس يسخن كويس قوي، وبعد كده انزل بالشوكولاته وابتدي بقى واحده واحده اقلبها لحد ما الشوكولاته كلها تسيح معايا زي ما حضرتك شايفه كده. طبعا الشوكولاته كل ما تكون متقطعه صغير كل ما هيساعدني ان هو يسيح بسرعه. حتى لو انت اضطريتي تقطعيها كبير بس هتاخد منك وقت اكتر. تمام. بصوا اللمعه بتاعته ما شاء الله حلوه قوي ازاي. ده يعني ايه، للمكون اللي احنا حطيناه بتاع الزيت هو اللي بيديها اللمعه الحلوه دي. عاوزه اقولك ان حضرتك ممكن ترفعي المكونات، اول ما تحطي الشوكولاته ترفعي الحله كده من على النار وتبتدي تقلبي فيها على سخونه الميه والكريمه والحاجات اللي احنا حطيناها. لو ما كانت متكتله معاكي وما ساحتش ممكن ترجعيها على النار، بس تكون النار هاديه خالص. بدخلها بقى التلاجة لحد ما بتجمد كده. طب انا عاوزه استعملها روزيتات على التورت، بطلعها بس ما بتكونش يعني ايه، ما بتكونش متماسكه قوي. اخليها تماسكها نص نص، وابدا بقى احطها في كيس الحلواني مع التب اللي انا هختاره واعمل بيها الروزيتات اللي انا عاوزاها. زي ما حضرتك هتشوفي كده انا هعمل لكم بيها روزيتا كده. بصوا. تقدري بقى تحطي الروزيتات اللي انت عاوزاها على التورت بتاعتك. تمام. طب انا دخلتها التلاجة واحتفظت بيها لحد ما اجي استعملها في مرة تانية. هطلع بس الجزء اللي انا عاوزاه وابدأ احطه في كيس واحط على حمام مية بس. يا دوب بس تسيح معايا وابدأ استعملها زي ما حضرتك شايفة كده. انا جبت لكم برضو استعمالها ازاي مع التورت، ان انا انزلها على التورت دريبات كده زي ما حضرتك شايفة. نوع بقى الشوكولاته اللي انا بستعملها ودايما بتديني نتيجه حلوه هي فيينا الاحمدي. سعرها اقتصادي وحلو وفي نفس الوقت بتديني طعم حلو للجناش. على فكره يا جماعه التورت دي انا لسه عاملاها على القناه، منزلاها الفيديو اللي فات بكل تفاصيلها، من اول الخبز الكيكه وازاي ان انت تحصلي على كيكه ناجحه، وكمان الكريم شانتيه وكل التفاصيل والتزيين والتجليس وكل حاجه عملتها، وملاحظات مهمه جدا لنجاح الاسبونج. لو عايزين تتفرجوا على الفيديو تشرفوني ان انتوا تتفرجوا عليه. ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديوهات جايه كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بننزله. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.